عمرك فكرت الكمبيوتر بيفهم ازاي السطر ده؟ احنا بنكتب كود بلغة شبه كلامنا، بس الكمبيوتر ما بيفهمش غير 0 و 1. فازاي السطر البسيط ده بيتحول لحاجة الكمبيوتر بينفذها فعلا؟ النهاردة هحكي لك الرحلة الكاملة اللي الكود بيمشي فيها من أول ما تكتبه لحد ما يتنفذ جوه عقل الكمبيوتر. أول حاجة لازم تعرفها إن الكمبيوتر مش بيفهم لغات زي جافا وبايثون وسي، هو بيفهم لغة واحدة بس، واللي هي لغة الآلة اللي هي أصفار ووحيد. عشان كده بنحتاج حد يترجم بيننا وبين الكمبيوتر. المترجم ده هو الكومبايلر والانتربريتر. تخيل نفسك بتتكلم عربي والكمبيوتر بيتكلم 0 1، طبيعي لازم يبقى فيه مترجم بينكم. بعد ما المترجم يشتغل، الكود بيتحول لأوامر بلغة الآلة، والأوامر دي بتروح لحاجة اسمها السي بي يو، واللي هي عقل الكمبيوتر. المعالج بياخد كل أمر ينفذه وينتقل للأمر اللي بعده بسرعة رهيبة، كل ده بياخد أجزاء من الثانية. يعني لما تكتب برنت هلو وورلد، الكمبيوتر فعلا بيحولها لإشارات كهربائية علشان يطبعها على الشاشة. طيب ايه الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر؟ الكومبايلر بيترجم الكود كله مرة واحدة قبل التشغيل زي لغة C++، إنما الانتربريتر بيترجم سطر بسطر وقت التنفيذ زي لغة بايثون. فممكن نقول إن الكومبايلر هو اللي بيترجم كتاب كامل مرة واحدة، أما الانتربريتر فهو اللي بيترجم وانت بتتكلم في نفس اللحظة. دلوقتي لما تكتب أي كود افتكر إن وراه رحلة كاملة من الترجمة والمعالجة علشان الكمبيوتر يفهمك. ولو عندك اي موضوع تاني عايزين نتكلم فيه الفترة اللي جاية اكتبولي تحت في التعليقات، وكمان لو عندك اي سؤال حابب تسأله اكتبولي تحت في التعليقات وهرد عليك بإذن الله. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتدوس على زر الاشتراك اللي تحت عشان يوصلك كل جديد.